بيقول لك غلطة الشاطر بألف، وأنا النهاردة جاي أقول لك على غلطة عملتها خسرتني وقت ومجهود وفلوس. السلام عليكم صديقي المصمم. الحكاية بدأت لما شخص كلمني وطلب مني شغل، وبعد نقاش طويل على الواتساب بسبب ان هو مش حابب ندخل ميتنج او نتكلم على الموبايل. ودي حتة جانبية كده انا بنصحك بيها، حاول على قد ما تقدر تدخل مع العميل ميتنج، هيوفر عليك وقت ومجهود كبير جدا. المهم وصلنا اخيرا لاتفاق وحان وقت الديبوزيت او النسبة اللي باخدها قبل اي شغل، وانا باخد 50% من الشغل قبل ما ابدأ فيه. وهنا عرفت معلومة كانت صدمة بالنسبة لي، وهي ان الشخص اللي انا بكلمه ده مش العميل، الشخص اللي انا بكلمه ده وسيط ما بيني وما بين الإدارة بتاعت الشركة اللي هو شغال فيها. ولكن مش دي الغلطة الأساسية بتاعتي بقى هي بعد ما انا ما عرفت ان هو وسيط، وهي ان بسبب ضغط الشغل اللي كان عندي وبسبب ان احنا خدنا وقت كبير جدا من كلام في البروجكت ده، فكنت عايز اخلص الديل وخلاص في اسرع وقت. وده اللي خلاني ما بعتش للشخص الفورم اللي المفروض المدير يمضي عليها. الفورم دي بيكون فيها كل التفاصيل بتاعت الاتفاق اللي احنا اتفقنا عليه، وبالرغم من ان انا كنت محدد الصور اللي انا كنت هشتغل عليها والصور اللي انا هسلمها وعددها، الا ان الرد اللي جالي بعد ما سلمت الشغل تسلم ايدك ولكن الشغل ناقص كذا وكذا وكذا. وهنا يتضح ليه اللي انا عملته ده كان مشكلة لان الشخص اللي انا بتكلم معاه ده مش هو صاحب القرار النهائي. ولكن لو كنت بعت الفورم فيها كل التفاصيل للمدير، لو كان عنده اي تعليق او اي مشكلة ما كانش هيمضي عليها وكان هيعدل عليها ويرجع لي تاني، وبكده كنت بدأت الشغل وانا عارف انا بشتغل على ايه بالظبط. وبكده يكون الدرس المستفاد هو ان احنا لازم نبعت الفورم فيه كل التفاصيل بتاعت الشغل قبل ما نبدأ الشغل. ولو عايز نعمل فيديو اقول لك فيه على الفورم دي بيكون موجود فيها ايه وبنكتب فيها ايه وايه التفاصيل بتاعتها بالظبط، اكتب لي في الكومنت واعمل لك فيديو وهرفع لك كمان التمبلت اللي انا شغال بيها مع العملاء بتوعي. ولو حابب ان احنا نعمل فيديوهات زي كده على طول بمشاكل ممكن تواجهك او حتى واجهتني انا شخصيا مع العملاء، قول لي رايك في الكومنت وقول لي اذا كنت شايفني غلطان ولا مش غلطان. وفي النهايه انا احمد قبيل بقدم محتوى عن الاي اي ومجال الجرافيك ديزاين. اكيد ما تنساش تتابعني وتعمل لايك وشير وتستناني الفيديوهات اللي جايه، وسلام.